يا صباح الفل عليكم. أول ما عزموني على المنتدى الفلسطيني الكبير في لندن قلت أنا لازم أروح فورا. منتدى فلسطيني يعني بقى تجمعات. أول دخلة ليا لقيت ما شاء الله الناس جايين قبل بكتير جدا، وايه بقى الاكلات الفلسطينية والجزائرية والسورية، ما شاء الله شايفين حاجة تفتح النفس. الناس بيكون عليها يعني في اقبال رهيب رهيب على المحشي، وده كشري ابو حمزة طبعا معروف في بريطانيا. وعايزة اقول لكم احلى اكلة هناك العرب بيحبوها هو المنسف والمحشي، ما اعرفش هم بيعشقوه، وخصوصا بقى ايه اهل الشام كلهم. هنا بقى لقيت كده أسرة شيك، شايفين شيك ازاي؟ شيك بمعنى شيك، وناس راقية وجميلة كده سوريين. ولما صورت عندهم عزموني كمان على قهوة عربي كانت خطيرة جدا جدا جدا. بجد أنا بتشكرهم، بجد كانوا ناس راقية خالص خالص. شكرا ليكم. عايزة أقول لكم طعمها روعة. تعالوا بقى ندخل على الكنافة. الكنافة هناك الناس بتقف عليها كيو طويل جدا، طوابير طوابير عشان ياخدوا قطعة الكنافة دي. كنافة نابلسية رائعة بجد، تستحق التجربة. هنا بقى انا رجعت للمنسف تاني لان الظاهر كنت جعانة وعايزة اشتري. تعالى ندخل جوه ونشوف الناس بتعمل ايه. لقينا برضو ناس عارضة للاكل، واضح ان هو اكل اسيوي اللي هو هندي بقى باكستاني، بس برضو كان شكله يشهي جميل جدا جدا. ولقيت كمان هناك كل واحد عنده موهبة او متميز في شيء بيروح يتأجر ترابيزة ويروح يعرض كل ما يملك، يعني اي حاجة مهتم بيها بيعرضها. شايفة هنا دي معجنات كعك وبسكوت وكده. شايفة بقى الفن الجميل الراقي ده، بجد عجبني جدا جدا. تحفة تحفة. هي عاملاها هاند ميد وده شيء رائع بصراحة. برضو أجرت ترابيزة وجت تعرض عليها كل حاجاتها. وهنا بقى هتلاقوا ايه يعني من كل بلد أكلة زي ما بيقولوا. هنا بقى قهوة وفطاير كده حاجة على الخفيف. وهنا بقى اكسسوارز. بجد انا كان عاجبني اليوم جدا. واحلى ما في الفلسطينيين بالذات صراحة ان هم مترابطين، يعني الله ينصرهم يا رب. مترابطين واقوياء جدا جدا، وهم اصلا يستاهلوا. انا بقول عليهم هم شعب الله المختار، يعني ربنا اختارهم ما بين كل الشعوب عشان هم اقوياء فعلا مش اي حد. تعالوا بقى نشوف هنا الترابيزه الرائعه دي، عجبتني على الاخر بصراحه تحفه. شايفين حاجه كده يعني خطيره بجد، والخامه تحفه اهي. اديني عملت لها اعلان ببلاش، يلا يا ست هيسي. بعد بقى ما اتفرجنا على الترابيزات الحلوه دي انا قلت لازم ادخل اشوف ايه اللي بيحصل جوه. رقص كده واغاني وموسيقى وحاجات كده من التراث الفلسطيني القديم كده، تحفه بصراحه. تعالوا نشوف. شايفين الناس يعني مفيش كراسي يا جماعه، الكراسي اتملت خلاص. وده بجد كان انسان فريحي كده وحساه يعني مبسوط من قلبه. اتحادهم حساهم شعب متحد، شعب بيدعم بعضه وبيحب يشجع يعني اهل بلده، ودي حاجة جميلة جدا فيهم، يعني بجد ناس جميلة. عايزه اقول لكم ان انا اتبسطت جدا جدا باليوم ده، وبجد لما اسمع ان في تجمع للفلسطينيين انا بحب اروحه، بحس كده باجواء جميله كلها حب وترابط. وحبيت اسلم عليكم واقول لكم يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا لي كمان تعليق حلو. انا بحبكم جدا جدا جدا،
وتابعوني ان شاء الله هتشوفوا كل جديد يتعلق بأوروبا واللي بيحصل في أوروبا، وخصوصا ان احنا هنا أقلية مسلمة.